يلا يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من The British English وسلسله ازاي تتعلم البريتش اكسنت من الافلام والمسلسلات. طبعا بنكمل مع بعضينا مسلسل شارلوك، هنكمل بعض الكلمات والايديومز والاكسبريشنز، اي حاجه طبعا بنقابلها مهمه بحاول ان انا اجيبها لك من المسلسل او اشرحها لك واقول لك ازاي تقولها صح، كلمه معناها ايه بالظبط. متنساش تعمل سبسكرايب وكمل الفيديو لحد الاخر عشان تستفيد، ويلا بينا. Mike, can I borrow your phone? There's no signal on mine. طبعا هنا بيقول Mike can I borrow your phone? There is no signal on mine. Mike can I borrow your phone? There is no signal on mine. ده معناه ان هو بيقول لمايك ممكن استخدم التليفون بتاعك، استعمله يعني علشان ما فيش عندي شبكه في التليفون. بيقول له can I borrow your phone? There is no signal on mine. طبعا كلمه borrow معناها ان انت تستلف حاجه من حد يديك مثلا حاجه تستخدمها لفتره وترجعها تاني، دي اسمها borrow. Mike can I borrow your phone? There is no signal on mine. خلي بالك طبعا من كلمه phone، ما تقولش فون، قول phone. What's wrong with the landline? What's wrong with the landline? طبعا هنا مايك رد عليه وقال له what's wrong with the landline. What's wrong with the landline. خد بالك طبعا من كلمه landline، دي معناها ان هو الخط الارضي او التليفون الارضي، فهو بيقول له هنا what's wrong with the landline، يعني ايه المشكله في اللاندلاين، ايه المشكله في التليفون الارضي. what's wrong with the landline. حاول تخلي التي بتاعت كلمه what glottal t عشان تسهل معاك الكونكشن، بدل ما تقول what's wrong لا قول what's wrong. What's wrong with the landline. How do you feel about the violin? How do you feel about the violin? طبعا انا سأله سؤال بيقول له how do you feel about the violin. How do you feel about the violin. وطبعا خلي بالك من كلمة how do you feel، ما قالش how do you، قال how do you. how do you. الكونكشن هنا عشان يخليك تسأل بسرعة زي ما هو مثال كده، do خليها ده. how do you feel. how do you feel about the violin. يعني بيقول له ايه رأيك في الكمان، او ما هو شعورك تجاه الكمان. how do you feel about the violin. وخد بالك طبعا من كلمة feel هنا، لو انت هتقول feel لوحدها فده تبقى dark ill، مفيش بعدها حاجة. انما لو هتقول feel about دي بتبقى light ill عشان تعمل معاك الكونكشن ما بين feel وما بين about. how do you feel about بتبقى خفيفة جدا فبتكونكت من كلمة للتانية. I play the violin when I'm thinking. Sometimes I don't talk for days on end. هنا طبعا بيقول I play the violin when I'm thinking and sometimes I don't talk for days on end. I play the violin when I'm thinking and sometimes I don't talk for days on end. انا طبعا بيقول انا بلعب الكمان او بستخدم الكمان وانا بفكر، في بعض الاحيان ما بتكلمش لمدة ايام بشكل مستمر. طبعا كلمة on end يعني بشكل مستمر بدون توقف تماما. I play the violin when I'm thinking and sometimes I don't talk for days on end. وبس كده. طبعا اتمنى تكونوا استفدت حاجة جديدة من الفيديو دوت. حاول تسيب لي في الكومنتس الكلمات الجديدة اللي انت اتعلمتها من الفيديو دوت، حطها في examples، حطها كده في امثلة وانا هصححها لك طبعا. ومتنساش تعمل لايك، كملت الفيديو للاخر، اعمل سبسكرايب، واشوفك في فيديو جديد.